السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. في هذا الصباح الجميل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعود إليكم. كانت المدينة معروفة بالآطام والحصون قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام إليها، وقد ثبت ذلك في القرآن الكريم. وكان في المدينة عدد من الآطام، وهي الحصون المرتفعة التي كانت تحمي المدينة من عدة جهات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن تحدثنا عن أطم بني واقف المجاور لمسجد قباء، واليوم جئتكم من أطم صرار الموجود في حي العريض بالمدينة المنورة. أطم صرار الذي يبعد عن المسجد النبوي الشريف أقل من 4 كيلومتر، ما يقارب 3800 متر. هذا الأطم في حرة واقم، الحرة الشرقية في المدينة المنورة، وهذا الأطم حدثت فيه عدد من الأحداث التاريخية الهامة. وكان بجوار هذا الأطم آبار من الماء العذب، وهذا الأطم كان من مدخل المدينة الشرق الشمالي، حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه. هذا الأطم كان إحدى ديار بني حارثة بالمدينة المنورة، وقد أتاه صلى الله عليه وسلم وقال لهم إن دياركم خارج حدود المدينة، ثم نظر إلى جبل أحد عليه، فلما شاهد عليه الصلاة والسلام جبل أحد خلفهم قال بل أنتم فيه، بل أنتم فيه، أي في حدود مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند قدومه عليه الصلاة والسلام هو والصحابة الكرام من غزوة ذات الرقاع، استراح عليه الصلاة والسلام قبل دخولهم إلى المدينة في هذا الموضع صراع. حب صلى الله عليه وسلم أن يستريح هو والجيش في هذا المكان حتى يتجهز أهل المدينة ونساء المدينة لاستقبال أزواجهم، وكذلك حتى يستريحون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي في هذا الموضع، ويأكلون الطعام. ثم إذا أتى المسجد، وكان هذا من كريم خلقه عليه الصلاة والسلام، حتى يعلم نساء المدينة وأهل المدينة بقدوم الصحابة من غزوة ذات الرقاع فيتجهزوا لاستقبال أبنائهم. ولكن قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام حدثت قصة جميلة بين رسول الله وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه. يروي جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع على جمل لي ضعيف، فلما عدنا إلى المدينة جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك يا جابر؟ فقلت يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا. قال عليه الصلاة والسلام فأنخه، فأنخته وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أعطني هذه العصا من يدك أو اقطع عصا من الشجرة، ففعلت. أخذها عليه الصلاة والسلام فنخسه بها نخسات، ثم قال اركب، فركبت، فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة، أي أصبح سريعا. جابر لم يشارك في غزوة بدر وغزوة أحد لأنه منعه عن ذلك والده الذي شارك بنفسه واستشهد يوم أحد، وترك لجابر 9 من الأخوات. وكان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقر جابر بن عبد الله، فأحب عليه الصلاة والسلام أن يعطيه المال، ولكن بطريقة جميلة وتربية خاصة من رسول الله. اسمعوا هذا الحديث الجميل الذي دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه. قال له رسول الله أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قال جابر رضي الله عنه بل أهبه لك يا رسول الله. قال رسول الله بل بعنيه. فقال جابر رضي الله عنه فسمنيه يا رسول الله، أي حدد سعر لهذا الجمل. فقال رسول الله أشتريه منك بدرهم. فقال جابر بدرهم يا رسول الله؟ إذا تغبنني، يعني السعر قليل جدا. فقال رسول الله بل درهمين. جابر رضي الله عنه لا، كان سعر الجمل أعلى من ذلك بكثير، فأخذ رسول الله يزيد درهما تلو الآخر حتى وصل أوقية، وهي كانت تعادل 40 درهما في ذاك الوقت. رضي جابر رضي الله عنه بالثمن المدفوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يسلمه إياه في المدينة بعد عودتهم من غزوة ذات الرقاع. منظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقده لأصحابه عليه الصلاة والسلام. قال أتزوجت يا جابر؟ قال نعم. أثيبا أم بكرا؟ قال بل. فاستغرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جابر هذا الشاب الصغير في السن الذي كان لا يتجاوز 20 من عمره أنه تزوج ثيبا وليس بكرا. قال جابر رضي الله عنه يا رسول الله إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له 7، فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن فتقوم عليهن. والامرأة الجامعة الذي يقصدها جابر رضي الله عنه أي أنها تجمع رعاية البنات أخوات جابر رضي الله عنه، وكذلك زوجها جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فأيده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمله ذلك، وقال له أصبت إن شاء الله. ثم قال إن جئنا صرارا هذا الموضع الذي أنا فيه استرحنا.
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذور ونحرت، وأقام الصحابة ذلك اليوم هنا. فلما أمسى رسول الله دخل المدينة هو والصحابة الكرام. في القصة أن جابر رضي الله عنه في اليوم الثاني أخذ برأس الجمل وذهب به على باب رسول الله، ثم جلست في المسجد قريبا منه، ثم خرج رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمل، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله هذا جمل جاء به جابر. قال: فأين جابر؟ فدعيت له فقال: يا ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه قال: اذهب بجابر فأعطه أقية. قال جابر: فذهبت معه فأعطاني أقية وزادني شيئا يسيرا رضي الله عنه. عاد جابر رضي الله عنه بالجمل وكذلك بالأوقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إكراما من رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام وتفقدا لأصحابه الكرام. أروي لكم أيضا قصة جميلة حدثت في عهد الصحابي الجليل خليفة رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أيضا في صرار وفي هذا الموضع التاريخي الذي حدثت فيه. يروي هذه القصة الصحابي زيد بن أسلم رضي الله عنه وأرضاه، يقول: خرجت مع خليفة رسول الله عمر الفاروق رضي الله عنه يتفقد أحوال الرعية، فأخذ يمشي مع سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه حتى إذا كان بحرة واقم رأى نارا عند صرار هذا الأطم الذي أقف فيه الآن. جاء الفاروق إلى موضع النار المشتعلة وقال: السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول رضي الله عنه وأرضاه يا أهل النار، وهذه من فطنة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال رضي الله عنه: أأدنوا؟ فقالت له الامرأة: أدنوا بخير أو دع. فدنا رضي الله عنه وأرضاه فإذ هم ركب قصر بهم الليل والبرد والجوع، وإذ امرأة وصبيان، فنكص على قيبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدهم جوعا يوقدون النار على الماء، فذهب رضي الله عنه بل يهرول حتى أتى دار الدقيق في المدينة، واستخرج الدقيق وجعل فيه كبة من شحم، ثم حمله رضي الله عنه ورجع إليهم مرة أخرى. فقال للمرأة رضي الله عنه: ذري وأنا أحرك لك، يعني هو يحرك الماء والدقيق عليه رضي الله عنه، وهي تضع الدقيق، يريد أن يتخذ لها طعام يسمى حريرة. فلم يتركهم سيدنا الفاروق رضي الله عنه حتى رأى الأطفال وقد شبعوا وضحكوا وفرحوا، فقال: الآن أرجع إلى المدينة وقد رأيتهم. وأمر المرأة رضي الله عنه أن ترجع إلى المدينة في اليوم الثاني حتى تأخذ حصتها من الدقيق. رضي الله عنك يا عمر، رضي الله عنك يا عمر الفاروق. ذكرت لكم بعض الأحداث التاريخية وبعض القصص النبوية وقصص من عهد سيدنا الفاروق رضي الله عنه التي حدثت عند صرار، عند هذا الأطم الذي أقف عليه. ختاما، هذا الأطم يقع مقابل الراشد مول على بعد 150 متر تقريبا، وجوار وادي قناة على بعد تقريبا 60 أو 70 متر من وادي قناة. هذا الأطم في الحر. ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان. أسأل الله أن يجمعني وإياكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم ومع الصحابة الكرام.